انا هجرب اعمل قناه شورتس اجنبيه بالذكاء الاصطناعي لمده 7 ايام واشوف النتيجه هتكون عامله ازاي. عشان كده قررت اعمل خطه تخليني الاقي فيديوهات ترند بسرعه بطريقه سهله جدا، وكمان اقدر اعملها بضغطه زر واحده. ولكن اولا كان لازم اعمل القناه. الحمد لله بعد ما عملت اكتر من قناه يوتيوب وعملت مشاهدات كويسه، في كذا حد بيسالني بيقول لي انت ازاي بتعمل اعدادات القناه الخاصه بيك؟ والصراحه هي اعدادات بسيطه جدا، بس قررت اقولها وخلاص. واولا ان القناه تكون قديمه، لان اليوتيوب احيانا بيصنف القنوات الجديده كانها روبوت، فممكن نخليها فتره كده لحد ما يتم اقتراحها للناس. وبالنسبه بقى للوجو الخاص بالقناه فمش لازم يكون تصميم احترافي جدا، لان كل اللي يهمك ان الفيديوهات نفسها تكون كويسه. بس بالنسبه لي انا بعمل التصميم بتاعي من موقع كانفا، بان اخش عليه واكتب في البحث لوجو عربي او لوجو، وبلاقي تصميم كويس واعمل عليه تعديل. وتاني حاجه بقى هي اعدادات القناه نفسها، بان اخش على استوديو القناه وبعد كده اخش على الاعدادات، وفي بقى هنا 4 حاجات لازم اعملها. ورقم 1 هي القناه. ولكن بقى في كذا حد كده او في كذا يوتيوبر بيقول ان لازم ان تغيير الدوله مش مهم، وانا الصراحه اغلب القنوات الاجنبيه اللي انا شفتها كلها معموله او مكتوبه في الدوله بتاعتها الولايات المتحده او بريطانيا، فانا بالنسبه لي قررت اخلي الدوله بتاعتي الولايات المتحده. والتاني حاجه بقى هي الكلمات الرئيسيه، ودي بتختلف حسب المحتوى. فمثلا وانا بنزل محتوى قطط بكتب قطط وقصص قطط وهكذا. والتالت حاجه بقى اللي بتاثر على القناه من وجهه نظري وهي الميزات، لازم تفعلها كلها عشان القناه بتاعتك توصل للناس. واخر حاجه بقى هي الاعدادات التلقائيه، وهنا هتلاقي فيه حاجتين. اول حاجه اسمها المعلومات الاساسيه، الحاجه الثانيه هي المعلومات المتقدمه. في المعلومات الاساسيه هتلاقي حاجه عندك اسمها الوصف، دي تكتب الوصف الخاص بالفيديو بتاعك ويكون فيه كلمات مفتاحيه. وعندك بقى تحت شويه هتلاقي كلمه الكلمات المفتاحيه او العلامات، ودي تحط فيها نفس الكلمات المفتاحيه الرئيسيه اللي انت حطيتها في القناه. ولكن انا بقى مش عارف ازاي الاقي فيديوهات ترند بتعمل مشاهده عاليه جدا في فتره صغيره. والطريقه التقليديه او الطريقه العاديه ان انا بخش على اليوتيوب وافضل بقى اتصفح لفتره كبيره جدا لحد ما الاقي قناه بتعمل مشاهده عاليه في فتره صغيره. ولكن بقى انا جبت لك طريقه جامده وبطريقه سهله جدا، وهي عن طريق موقعين. موقع هيخليك انك تلاقي كل الفيديوهات الترند اللي بتحصل في نفس اليوم عشان تلحق انك تعمل نفس الفيديوهات دي قبل ما الناس كلها تعرفها. والطريقه الثانيه انك تعرف تعمل الفيديوهات دي بضغطه زر واحده، ساعتها بقى انك تقدر تعمل اكتر من 20 فيديو في اليوم. فاولا انك تخش على الموقع ده واسمه موقع فيديكس. انت عندك هنا الموقع فيه اكتر من حاجه ممكن تستعملها، وتقدر حرفيا تلاقي كل الفيديوهات الترند اللي طالعه في نفس اليوم. ولكن اولا انك لازم تفهم الفلتره اللي موجوده قدامك دي، انك مثلا عندك هنا كلمه كرييشن دي، ان القناه معموله بقالها قد ايه او الفيديوهات معموله بقالها قد ايه. فانا بالنسبه لك عندك هنا يسترداي امبارح او 7 ايام 28 يوم 3 شهور 6 شهور، فانا هختار 6 شهور. عندك هنا الاي اي فيديوز، الفيديوهات المعموله بالذكاء الاصطناعي غير محدوده ولا 50 بس، فخليها غير محدوده. ثالث حاجه بقى الاي اي ريت، يعني نسبه الفيديوهات اللي معموله بالذكاء الاصطناعي، فهختار 80%. عندك بقى شورت فيديو، نسبه الفيديوهات الشورتس. عندك بقى انك تقدر تختار كل حاجه، بس اللي يهمك اللانجوج خليها انجلش. عندك الريجن خليها مثلا يونايتد ستيتس، اوكي. الاثنين دول خليهم اعلى حاجه. هاي فيوز اللي هي نسبه المشاهده الخاصه في القناه، وعدد المشاهدات كل فيديو خليها برضك اعلى حاجه. واختار سيرش. لما تعمل سيرش زي ما انت شايف جاب لنا كل الفيديوهات اللي لسه مثلا معموله في خلال 3 شهور وفي خلال يوم او شهر. يعني مثلا الفيديو ده معمول من 3 شهور وجايب 70,000 مشاهده، فدي مش نسبه كويسه قوي. تنزل تحت بقى الفيديو ده معمول من خلال يوم وجايب نص مليون مشاهده، فممكن مثلا تدخل كده عليه هيجيب لك بقى كل احصائيات. يعني مثلا جايب مليار مشاهده، في عنده مليون مشترك، جايب لك مثلا كل فيديو جايب كام. يعني دي طريقه من الطرق اللي انا بستعملها في الموقع. الطريقه الثانيه بقى عندك هنا اسمها الجروس. اول ما تخش عليها بيجيب لك الفيديوهات الترند اللي طالعه في نفس اليوم. يعني مثلا دي النهارده اهو من غير بقى ما اعمل اي فلتره زي ما انت شايف. عندك مثلا فيديو الخاص بميسي جايب 4 مليون مشاهده في خلال يومين. يعني مثلا كده لو انا دخلت القناه فيها 300,000 مشترك، منزله 28 فيديو بس جايبه 18 مليون مشاهده. تعال مثلا نخش كده على القناه، نخش مثلا هنا فيو شانل، وانا مثلا بصيت على الشورتس اخر فيديو نازل جايب 20 مليون مشاهده يا جماعه، وده معمول بالذكاء الاصطناعي. فادينا لقينا ايه، قناه ترند اهو معموله بالذكاء الاصطناعي وطريقه سهله جدا ومنزله 18 فيديو. دلوقتي انت عايز تفلتر بقى، لو انت عمال مثلا تبص في كذا قناه عجبتك، فانت بقيت تعمل هنا حفظ، تخش هنا تعمل حفظ وتحط مثلا في ديفولت وتعمل كونفيرم. ماشي كده انت ايه حفظتها، عشان مثلا ايه بعد ما تخلص كل بقى ما تدور وتبدا ايه انك تنقي بقى الفيديوهات اللي انت لقيتها تشوف هتعمل اي واحده فيهم. دي طريقه من الطرق، او دي ثاني طريقه. الثالث طريقه بقى اللي موجوده في الموقع هي السيرش فيديو. تخش بقى على السيرش فيديو بيجيب لك القناه كل الفيديوهات اللي لسه نازله من نص ساعه، يعني نص ساعه، مش هقول لك يوم، نص ساعه. ولكن اولا انت محتاج انك تحدد في الفلتره كذا حاجه. الفيوز تخليها اعلى حاجه، واللانجوج خليها انجليزي، تعمل كونفيرم وتعمل سيرش. كده بقى زي ما انت شايف جايب لنا كل الفيديوهات اللي لسه نازله حرفيا من يوم وجايبه مليون، اكتر من مليون مشاهده. تيجي بعد كده بقى عايزين نلاقي الفيديوهات اللي احنا حفظناها، هتخش هنا على الديفولت
وهيجيب كل الفيديوهات اللي احنا ايه شفناها. وبعد البحث على الموقع لقيت القناه دي، وكل فيديو فيها بيوصل لمليون مشاهده، والمحتوى سهل جدا لانه عباره عن قصص خاصه بموقع ريدت، وبيعمل كده صوره للبوست في الاول عن القصه، وبعدها بيقول القصه في الفيديو مع فيديوهات ممتعه. فصراحه قررت بقى ان اعمل المحتوى ده. فبقى جبت لك موقع تاني هيعمل لك كل الفيديوهات دي بضغطه زر واحد. عندك اهو نفس الترند اهو بتاع الريدت اللي هو بتاع القصص، عندك المحتوى بتاع الرسايل، عندك دي برضك محتوى الرسايل، في اكتر من محتويات يا جماعه كلها بضغطه زر واحد. هو برضك من موقع اسمه شورت اي اي. فاولا انا بالنسبه لي انا خلاص لقيت المحتوى ده ولقيته موجود في القناه، هضغط بس على كلمه ريدت ستوري، وبعد كده جاي لنا الطريقه دي. كل اللي انا عايزه ان انا بس اخش هنا على ريدت ستوري ريدت، وبعد كده زي ما انت شايف هنا ده الموقع الخاص بريدت، هكتب بس ايه جوست ستوري. هنا ناس بتنزل شويه اسئله وناس بترد عليهم، فتخش مثلا على ايه دي من نازل من 4 سنين فما فيش مشكله. اخش مثلا هنا ده سؤال واحد مثلا بيقول ايه يلا نسمع قصص الرعب، نعتبر ده السؤال. نخش هنا ده السؤال اللي هو بتاع البوست، اول ما تحطه جايب لك السؤال هنا زيه زي الفيديو اللي احنا شفناه. وننزل بقى مثلا شويه ونشوف بقى الناس اللي معلقه. انت بالنسبه لك عايز تلاقي قصه فايرال، يعني قصه مثلا الناس عاجباها، فانت عندك هنا 124 واحد، فاخد مثلا اول قصه دي واخد لها كوبي، دي قصه واحد حقيقي، فهحطها هنا واعمل بوست زي ما انت شايف. كل اللي هعمله هعمل نيكست، هيجيب لي بقى ايه تلقائي كل فيديوهات اللي هي ماينكرافت عشان مثلا تتحط في الخلفيه وتخلي الفيديو مثلا يكون كويس، واعمل نيكست. جايب لي اكتر من كابشن بستايل مختلف، فانا بالنسبه لي بحب اول واحد الصراحه، واعمل نيكست. عندك هنا جايب لي اكتر من صوت بالذكاء الاصطناعي، فانا بالنسبه لي برضك بختار اول واحد عادي. وممكن بقى تخش على مور سيتنج وتخلي مثلا اللي بيتكلم يتكلم بسرعه او يتكلم بالراحه، واعمل جنريت فيديو. تمام، هصبر كده شويه. زي ما انت شايف هيعمل لنا الفيديو تلقائي مره واحده. عامل الفيديو اهو، هعمل تحميل وكده الفيديو اتحمل، خلص الموضوع يا معلم. تمام، دلوقتي الفيديو حمل اهو. فكل اللي اعمله بقى ان انا ايه ابدا اعمل انشاء او تحميل اول فيديو، واختار بقى ايه زي ما انتم شايفين. انا عملت كام فيديو؟ عملت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، حرفيا فيديوهات تكفيني مده شهر يا جماعه. فالفيديوهات دي كلها هنزلها لمده اسبوع واشوف الفيديوهات واشوف هتجيب كام مشاهده. فاختار اول فيديو وامسح بس اول كلمتين، وكده كده العنوان جاي جاهز. اخش بقى على عناصر الفيديو. هنا بقى عندك كلمه الاطفال ولا لا، اعمل لا. خش هنا بقى واعمل مستوى العرض علني، واصبر لحد ما الفيديو يخلص واعمل نشر. هننشر ان شاء الله في اليوم فيديوهين او 3 فيديوهات، وباذن الله هوريكم النتيجه الخاصه بكل يوم. تمام، دلوقتي انا نشرت الفيديو، فبقى عم يبدا يعمل مشاهده. هشرح لكم باقي الموقع عشان مثلا لو حد عايز يختار نوع تاني من المحتوى اللي انا عملته. فعندك هنا اولا في كلمه اي ايمج، انك تعمل صوره بالذكاء الاصطناعي. هتخش هنا عادي تحطها. عندك هنا ايه اي برومبت، يعني مثلا دي صوره انا لسه عاملها. خش على الهوم تاني، عندك هنا ايه حاجه اسمها اي سكريبت. هتخش هنا تقدر مثلا انك تختار اي ستايل من الستايلات. عندك جيميناي، عندك ديب سيك، شات جي بي تي، واختار مثلا ايه فيديو من 30 ل 60 ثانيه وبس، واعمل جنريت سكريبت. عندك بقى من اكتر الحاجات المهمه جدا وهي عندك اوتو كليب، انك تقدر تحط اي رابط ليوتيوب ويعمله لك ايه يقسمه لك لكليبات تنزلها جاهزه. فحط مثلا الرابط ده واعمل جيت كليب. زي ما انت شايف ممكن يقسم لي فيديوهات، يعني مثلا انت عايز تخلي التايم فريم 25 ثانيه ولا لا. عندك هنا ايه 9 في 16. عندك كده تخليه مثلا من 30 ل 59 ثانيه عشان يكون فيديو شورتس. ليتس ده مثلا جيمنج ولا لا، دي جيمنج خليها جيمنج. عندك السبتايتل خليها مثلا في سبتايتل ولا حاجه. تمام، تعمل بقى جيت كليب بس. هيفضل يعمل عندك هنا جنريت، يقسم لك لاكتر من 100 فيديو شورتس متقسم من الفيديو ده. ولكن على الشمال هنا نفس الفكره، اللي على الشمال هنا هو نفس اللي قدام. ولكن قبل ما اقول النتيجه ما تنساش اللايك والاشتراك عشان نقدر نوصل ل 50,000 مشترك في اخر السنه ان شاء الله. واول فيديو في القناه عمل 1600 مشاهده، والفيديو الثاني عمل 1200 مشاهده. في اليوم الثاني الفيديوهين عملوا 1400 مشاهده. وبعد 7 ايام الحمد لله عملت 20,000 مشاهده وقدرت اوصل ل 141 مشترك. واعتقد الصراحه دي نسبه كويسه كبدايه. فايه رايك في النتيجه واكمل في القناه ولا لا؟